جماعة قررنا بإذن الله بكرة إنه نطلع رحلة، أوكي؟ لحد الآن مو عارفين بالضبط وين حنروح وإيش راح نسوي، فعبد الرحمن قاعد على اللابتوب الحين قاعد يدور، وأنا لازم أبدأ أجهز الأشياء، فقاعدة أفكر أجهزها الحين وأنام مرتاحة بكرة لين ما أشبع نوم، ولا أنام الحين وبكرة أصحى بدري وأقعد أجهز. ما أعرف صراحة. فاكرين العصير هذا اللي جبناه أمس لحد الآن ما شربناه عبد الرحمن، حشربه الحين لأنه هذا كمان له تاريخ صلاحية معين وينتهي. أنا جبت العصير الأخضر وعبد الرحمن جاب جرعة الزنجبيل. والله لسه افتكرته اليوم، والله وين هذه شكلها صدرت علي والله. والله العظيم بسم الله. أنا لدي الدرجة يعني أصادر أشياء. والله أميرة أنت صراحة مرة تصادري صراحة. ليش تطلعني بهذا المنظر دائما في السناب؟ صراحة. أنا اللي أجيب لك الأشياء اللي عندك الغرفة، ها؟ يا جماعة والله ظالم. أنت ظالم. طلقني يا جاسم. أنت ظلمتني هالسنين. أنا اللي أجيب لك. يلا يلا بسرعة بسرعة. أنا اللي أجيب لك الأشياء اللي عندك يا أخي، والله زعلت. تعالي خلاص أميرة خلاص. مع السلامة. أشتري لك طقم هذا. إيش يعني قال لك أنا مرة مادية لهالدرجة؟ كارتير، أوكي خلاص. ايش؟ طقم اسنان. كارتير طقم اسنان؟ لا انت سمعتي غلط ترى. انا كارتير. لا سمعتي غلط، طقم اسنان قاعد اقول. زعلت. تعالي خلاص نتفاهم. طيب نتفاهم. ايش بجيب؟ مو انه انا مادية او شيء يعني، بس حبيت اسأل. جيت ترى مو عشانك، عشان بس العصير حقي هنا. باي. انا اسف. امزح. لا يا عبد الرحمن انا اصادر اشيائك. طيب لا أميرة الصراحة ما تصادر. انا اللي قاعده اجيب لك الاشياء اللي عندك. مدري ليش حسيت انا اصادر اشيائك. احب يعني انا اصادر اشيائك. احب انرفزك صراحه. يحب ينرفزني مدري ليش. يلا جاهز. انا اللي عندي عادي عصير اخضر، انت اللي عندك الجرعه الكركم هذه الزنجبيل. اوه والله قويه. كذا انا اسوي هذا والله ما ادري، هذا له يومين هنا. يومين مين هي؟ شكله 4 أيام. طب يعني ما قدرت اطلع هذا فوق. خليه مو على راسك، خليه هنا. انا ما احب الملابس تكون في مكانها. لو سمحتي انت ايش دخلك غرفتي؟ لانه غرفتي هي جزء من البيت ولازم يكون نظيف دائما. اعطيني جاكيت. استغفر الله العظيم يا اخي، الناس تحب تأدي. خلي انا مرتاح كذا يكون ورايا. انت لو عندك هنا مزبله كامله. احنا الرجال كذا نحب نعيش اجواء الفوضى. ايوه هذا جزء من متعه. متزوج. انت رجال عزوبي عشان تعيش اجواء الفوضى لازم. اوكي متزوج من هذا الباب وبرا، لكن من هنا وجوا ما لك دخل باغراضي. هذه ماي كينجدوم، مملكتي الخاصه. انا اللي انظفها وانا اللي ارتبها وانا اللي اسوي هذا عشان تقعد ترتاح مرتاح، ما يكون عندك شيء مرمي هنا ولا هناك. خليني اوريكم صحن الحلويات ما شاء الله كيف متبارك. شوفوا ما شاء الله، شايفين الصحن هذا كل ما يقل شيء منه يزيد اضعافه. اشترينا الفصفص والشوكولاتات والحلويات. طبعا بكره لانه رايحين رحله فراح ناخذ من هذا الحلويات وكذا. لازم مؤونة الطريق. طيب وين قررت تودينا بكره؟ انا لسه قلت لهم لين دحين ما ندري يا جماعه وين والله قاعدين محتارين. عندنا كذا خيار بس محتارين. الرحمن الحين حيدور. انا في كل الاحوال حروح ارتب الاغراض اوكي عشان بكره نصحى نكون جاهزين على طول، نفطر ونلبس ونمشي. ايش رايك؟ بس في خيارين ترى مختلفين، يعني بناء عليه لازم تكون ملابس مختلفه. صح. لا ترتبي شيء، جهزي الاغراض الاساسيه اللي دائما نشيلها معانا. يعني مثلا فرش الاسنان، ايوه دي الاشياء، مثلا بجايم، كريمات، ملابس كذا. وبعدين نضيف اشياء كلها يوم واحد يعني. اوكي جماعه السريع سويت لستة وكتبت فيها الاشياء الاساسيه اللي راح نحتاجها عشان ما انسى شيء. انه دائما احب لما مثلا نروح مكان ما اقعد كذا اخذ اللي موجود، لا احب اسجل كل شيء في اللستة وبعدين اتاكد ما نسيت شيء وكذا. اكون كذا اقعد افكر بيني وبين نفسي اوكي راح نحتاج هذا وراح نحتاج هذا وراح نحتاج. كل شوي تطلع لي اشياء على بالي انه خلصت فجاه اكتشف انه لا والله نسيت هذا ونسيت هذا. المهم جهزت لستة
فالحين واقفة قدام دولاب ملابسي عشان اختار لبس راح يكون اللي حلبسه بكرة واللبس اللي حلبسه بعد بكرة. فبكرة اتوقع اني راح البس هذا الست اللي جبته اللي صورت لكم اياه، حسه حلو كذا، بارد خفيف لطيف مريح، لانه حنقعد في السيارة كمان فترة طويلة، فحسيته حيكون حلو. بس ما اعرف ايش اللون اختاره. ابيض، عندي الابيض والوردي والاصفر، هذا الابيض وهذا الاصفر وهذا الوردي. واتوقع كمان الجو حيكون بارد بالليل، فلازم اجيب شيء كذا صوف يدفي. افكر اجيب هذا الصوف كذا، هذا الفستان، بس هذا يبغاله حزام، لانه بدون حزام يطلع شكله مو حلو صراحة، اللبس كذا عادي يعني، فاهمين؟ فحجيب معي حزام، هذا حشيله لتاني يوم. شنو يعني؟ افكر اجيب هذا الفهد كمان احتياط، لو مثلا برد او احتاج مثلا شيء لبس حجيب هذا احتياط. معاه راح اجيب جينز او بنطلون اسود